اللي قدامك ده شنقوه 3 مرات وماتش. ابتدت الحكاية سنة 1864 لما اتولد جون لي في قرية صغيرة اسمها أوتوسكومب في ديفون في انجلترا. ولما وصل لسن 14 سنة أخته من الأم اتوسطت له عند الست إيما كيز اللي بتشتغل عندها في فيلتها الساحلية اللي كان اسمها ذا جلين في منطقة اسمها بابا كومب عشان يشتغل جنايني. والست كتر خيرها رحبت بيه وشغلته، بس الشغلانة ما كانتش على هواه، فقرر يسيبها سنة 1880 وهو عنده 16 سنة ويزور سنه عشان يتقبل في البحرية الملكية البريطانية اللي قعد فيها كام سنة لف فيهم بريطانيا ودول تانية. بس يا فرحة ما تمت، جون جاله مرض شديد وخرجوه بسببه من الخدمة العسكرية سنة 1882. ولما رجع بلده اضطر يشتغل مرة تانية في شغلانته القديمة، بس المرة دي اشتغل في فندق وبعدها اشتغل في خدمة كولونيل متقاعد في مدينة اسمها تركي. ورغم انه رجع الشغل بمزاجه لكنه برضه ما كانش راضي ابدا، لدرجة انه مد ايده وسرق تحف فضة من بيت الكولونيل، وبسبب السرقة دي يتحبس له 2 مع الشغل والنفاذ عشان سنة 1884 يخرج من السجن وتبدأ أغرب حكاية هتحصل له في حياته لما أخته تتوسط له مرة تانية عند الست إيما كيز اللي تسترقف بحالته وتشغله مرة تانية كسايس وفي الخدمة مع أخته في فيلتها زاجلين. بس للأسف إيد جون ما تلمتش عن السرقة اللي لاحظتها صاحبة البيت، فرحت مقللة له المرتب لعل وعسى يتعظ. ويوم 15 نوفمبر من نفس السنة تطبل على دماغ جون على الآخر لما حد يتسحب لبيت الست إيما كيز ويضربها على دماغها بعصاية حديد في نص الليل وهي نازلة على السلالم عشان أول ما تقع يتبعها ويولع في الدور الأرضي ويهرب. وفي نفس الوقت ده جون يروح للجيران اللي حواليهم يطلب المساعدة، والغريب إنه ما يقولهمش إن في حريقة في البيت، لا ده يقول لهم إن الست إيما كيز ماتت مع إنه لسه ما كانش اتأكد. وبعدها يروح للبيت ينقذ جين، ودي ست من الشغالات اللي موجودين في الفيلا وكانت محبوسة في أوضتها وخايفة من الحريقة. ولاحظت وهو بيخرجها من الأوضة إن إيديه كانت مجروحة، ده غير إن العصاية الحديد اللي اتضربت بيها القتيلة كانت هي نفسها اللي بيقلب بيها الرماد في الفرن. وحتى المنجل اللي اتذبحت بيه كان هو بيستخدمه في شغل الجنينة. وكل البلاوي دي هتخلي أي حد يتأكد إن جون هو المجرم الحقيقي، عشان كده يتقبض عليه ويتحكم عليه بالإعدام، مع إنه طول المحاكمة بيقسم إنه بريء. ويوم 23 فبراير سنة 1885 كان جون بيفطر بكل أريحية في زنزانته قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه بكام دقيقة. والأغرب إن العساكر لما جم ياخدوه من زنزانته عشان يتم تنفيذ الحكم عليه كان هادي جدا وأعصابه كانت متماسكة، وبكل هدوء وقف على الأرضية اللي بيتم عليها تنفيذ حكم الإعدام ويلبسوه المشنقة والجلاد يشد الدراع ما تفتحش الأرضية، ويحاول مرة والتانية وما فيش فايدة. جون واقف ثابت مكانه وما فيهوش خربوش. المهم الضباط استدعوا ميكانيكي علشان يشوف ايه العطل اللي موجود وبعدوا جون عن الأرضية أو البوابة. الميكانيكي يشد الدراع وطبعا ما فيش حد واقف على البوابة تفتح وزي الفل. جون يجي يقف البوابة ما تشتغلش، لدرجة ان الميكانيكي فكها حتة حتة عشان يشوف ايه العيب الموجود، لكن ما فيش فايدة. جون يجي يقف على الباب ما يفتحش، لدرجة ان مدير السجن حضر بنفسه وبعدها وقف الإعدام بشكل مؤقت لحد ما يخبر وزير الداخلية اللي لغى الحكم وخففه للمؤبد. وقتها الصحافة نشرت الخبر في كل مكان باسم الرجل الذي لم يستطيعوا شنقه، وده قبل ما جون يخرج سنة 1907 بعد ما قضى 20 سنة في سجن بورتلاند ويسيب انجلترا ويسافر أمريكا سنة 1910 ويعيش هناك لحد ما يتوفى سنة 1941. بس السؤال المهم دلوقتي، هل جون فعلا كان بريء ولا البوابة كان فيها عطل مخليها ما تفتحش وهي موجود عليها تقل؟ ولو بريء مين اللي قتل الست إيما كيز؟ هنا الناس اتقسموا لجزئين، جزء بيقول إن جون هو فعلا القاتل، وجزء تاني بيقول كلام غريب جدا إن القاتل الحقيقي واحد اسمه ريجنالد تمبلر كان على علاقة مش ولا بد مع إليزابيث أخت جون. والست إيما كيز اكتشفت العلاقة دي جوه بيتها وهددتهم إنها تفضحهم، وده السبب ان تمبلر وإليزابيث ويمكن كمان جون معاهم بسبب شهادة الشغالة اللي قالت انها شافت ايد مجروحة وهو بينقذها من الحقيقة، وبرر الجرح ده ساعتها وقال انه كسر الشباك وهو بيحاول ينقذها، مع انها هي كمان كانت في نفس الأوضة وما شافتش اي حاجة اتكسرت. وكمان اللي بيأكد كلامهم ان تمبلر مات بعد 2 من الحادثة بمرض الزهري. وكمان إليزابيث أخت جون خلفت بعدها بكام شهر ولد عمرها ما قالت مين أبوه، وكل ده بيزود الشكوك في جون وبيبعدوا عن البراءة. بس تفتكروا اللي حصل في غرفة الإعدام كان عطل ولا دي معجزة إلهية وجون كان فعلا بريء؟